عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب ام جنى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. رسالة الحبيب هي طاقة مفتوحة، تشوفوها او تسمعوها في اي وقت يليكم باذن الله. يلا مع بعض حبايبي نشوف طاقة الحبيب النهاردة، والرسالة جاية تقولك ايه. الحبيب عايز يقولك ايه؟ بيقولك انا حاليا في طاقة دفاع عن النفس، بحاول اثبت لك قد ايه انا بحبك، ويمكن انت شايفني اني بعيد عنك، شايفني اني ما بحاولش اقرب منك، ولكن صدقني انا بحبك حب رهيب جدا. عنده استعداد كبير قوي ان هو يرجع لك، بس هو بيقولك انا حاسس ان مش ده الوقت المناسب، خايف اتسرع، وخايف اكون انسان طاقته مرفوضة. يعني هو خايف يكون لو جالك في يوم من الايام، يعني هو خايف انك انت اللي ترفضه. فاهمني؟ بيقولك الماضي مأثر عليا وعليك، طاقة الماضي اللي كانت ما بينكم بتقولك او بيقولك مأثر عليا وعليك. تمام؟ بيقولك انا حاولت اني اتخطاك، حاولت اني ابعد عنك، وحاولت اني اتحداك انت شخصيا، ولكن ما عرفتش، وحسيت اني انا ما بعملش حاجة جديدة، او مش مبسوط، او مش حاسس بأي طعم للحياة. بالعكس، بقيت أحس بضغوطات كبيرة قوي عليا، وضغط جامد قوي نفسي، وابتديت أحس إني تعبان نفسيا. بيقولك أنا عارف إن أنت متخيل إن أنت ليك حق، أو حاسس إنك أنت عايزني أرجع لك عشان تقعد تتعاتب وتتكلم وي وي وي. بس صدقني، يعني طاقة الحبيب بيقولك كده، بيقولك بس صدقني أنا حنيتي عليك ملهاش حدود، وأنت عارف كده كويس. بيقولك الرسالة دي، بيقولك مسيرك في يوم من الأيام هتكتشف قد إيه أنا كنت بحبك. بيقولك كمان أنت ممكن يكون قدامك فرص كتيرة قوي، ممكن يكون قدامك أشخاص كتيرة قوي تتمناك. أنت بالنسبة لي حلم بعيد، نفسي قوي إن هو يتحقق. بيقولك تعرف إنك أنت كنت وش خير عليا، وبحس وانت موجود معايا بالسعادة والفرحة. وبيقولك لو انت بتسأل وبتقول، بيقولك كده، بيقولك لو انت بتسأل وبتقول طيب ليه انا ما برجع لكش، اول حاجة بيقولك ان هو بيمر بمشاكل نفسية صعبة قوي، وبمشاكل كمان مادية. بيقولك اوضاعه متقلبة او متغيرة. بيقولك ان انت كنت في وقت من الاوقات عليه وشك جميل قوي، وحس بانك انت شخص مميز، روحك حلوة، طاقتك جميلة. الشخص ده بيحبكم جدا ونفسه يقولك كلام كتير، لكنه بيقولك انه متردد في البوح عن مشاعره. بيقولك كمان انا وانت في حالة توتر، وفي حالة قلق، وفي حالة تسرع، وفي حالة غضب. بيقولك اول مرة نوصل لوضع زي ده، فمش حابب لا اسمع منك كلمة قاسية، ولا انا اسمعك كلمة تكون برضو قاسية مني. الشخص ده بيحبك قوي، بيحبك جدا، ولكن في شيء، حبكم ده حب مختلف جدا، وحب غريب. وانتوا الاتنين كنتوا في طاقة تسرع مع بعض، يعني انتوا الاتنين حصل شيء وتسرعتوا. الشخص ده اما ان هو بعت لك رسالة، اما انك انت اللي بعت له رسالة، اما
انكم انتوا الاتنين عايزين تبعتوا رسائل لبعض. هو بيقولك انا بتابع اخبارك، بتابع كل حاجة تخصك، خلي بالك انا ما بتهش عن بالي. بيقولك ان هو عنده شغف كبير قوي ليك، ومش حاسس، هو بيقولك ان هو مش حاسس انه مفتقدك، لانه دايما شايف صورتك حواليه، ودايما شايف انك انت زي ما يكون جنبه، او هو مثلا بيدور في صورك، بيقعد يتفرج على صورك. ولكن الشخص ده هو على فكرة حزين ومش مبسوط، زي ما يكون داخل في طاقة اكتئاب، او هو في طاقة اكتئاب، بس هو بيقولك انا مش عارف اعيش من غيرك، حاولت احقق ده لك. حاجة غريبة قوي، الشخص ده بيقول لكم انا كنت وصلت لمرحلة القناعة في اني احس ان انا مرتاح وعندي راحة بال بعدم وجودكم في حياتي. وبيقول لكم كده، وفجأة وبدون مقدمات اشتقت ليك، معرفش ازاي، وبقيت حاسس انك انت زي ما قلتلك حواليا، وده الشيء اللي بيعوضني فقدانك، ويمكن من اسباب اللي بتخليني مش عارف ارجع لك. هو بيقولك كده لانك انت دايما في خيالي، ودايما حاسس ان انت موجود معايا. الشخص ده على فكرة بيتبسط قوي لما يقول لحد ان هو كان بيحبك، او في يوم من الايام كنت انت حبيبه. يعني شكله بيحكي لحد عنك. الشخص ده هو حاسس ان العلاقة بينك وبينه في الحب زي ما تكون مغامرة، او ممكن شيء كده، يعني خايف يكون بيخاطر فيه. هو الشخص ده بيقولك ان الرحيل اللي حصل او الانفصال ده كان في صالحك وفي صالحه في الفترة الحالية، لكن هو ما بيبطلش تفكير فيكم. طيب ايه بالنسبة لرجوعه؟ هو شايف انه عشان يرجع لك لازم يكون محقق شروط كتيرة قوي. اولها انه ما يظلمكش معاه، تاني حاجة يكون في مساواة. الشخص ده هو مش عارف يحقق لك الشيء ده، مش قادر يحققه، عشان كده هو حاول انه يبعد عنك. لكنه بيقولك انه بيحبك جدا، لو فكر بشكل فيه جدية بالارتباط فهتكونوا انتوا طبعا الناس المرشحة ليه ان هو يرتبط بيكم، لانه هو فعلا حبكم حب، وحبه ليكم ده كان غير مشروط. خلي بالكم، يعني هو ما كانش بيحبك عشان حاجة معينة، هو حبكم كده، حب روحكم، حب طريقتكم. انتوا من الناس كمان اللي هي اللذيذة، اللي بتعرف تتكلم، بتعرف يعني تخلي اللي قدامها حتى يتكلم. فهو حب فيكم حاجات كتيرة قوي، حب فيكم كمان شيء غريب قوي، حب فيكم إصراركم. تمام، يعني الشخص ده حب فيكم الإصرار، بس عنده شوية شكوك، في طاقة سلبية هنا داخلة في العلاقة. يعني في شخص يا إما من ناحيتك يا إما من ناحيته، يا إما في حد ما بينكم انتوا الاتنين فعمل لكم طاقة سلبية كبيرة قوي. الموضوع هنا في القراءة دي وكأن الشخص ده عنده حكمة عالية قوي، بحيث انه بعد عنك عشان ينفذ شروط الحكمة دي، وكأنه بيقولك اصبر عليا، الحياة ما بتتاخدش قفش او بتتاخد عافية. بيقولك اصبر عليا لكني دايما براقبك، وحبي ليك عمره ما يتنسى. الشخص ده متلهف عليك، نفسه انه يجيلك بسرعة، بسرعة رهيبة، عارف ان انت مجروح، عارف ان انت بتعاني. بس انا مستغربة، طب لما هو عارف كده ليه سابك؟ ليه بعد عنك؟ بمعنى اصح الشخص ده كان فيه في حياته طرف تالت، او ممكن يكون فيه شيء بعده عنك. يعني الطرف التالت ده يا اما حد حبيب مثلا، او في شيء تاني بعده عنك. الشخص ده بيقولك غصب عني
بعدي عنك، بعدي عنك مش بإيدي، مش بإرادتي. الشخص ده بيراقبك وبيبص عليك من بعيد. في حد، تمام، هو غالبا في حاجة أو في حد الشخص ده بعد عنك بسببه، وكأنه الشخص ده بيظهر لك عكس كده، أو بيبين لك إنه هو يعني عايزك تبعد عنه، فاهمني؟ أو عايزك مثلا إن أنت تنساه، بس هو مش قادر ينساك. يعني هو بيقولك إن هو في مرحلة مش حلوة، أو في مرحلة بيتعذب فيها، تعبان نفسيا جدا. بيقولك أيوة أنا تلاعبت عليك، أيوة تلاعبت بمشاعري وبمشاعرك، لدرجة إن أنا نفسي صدقت. هو بيقولك كده، بيقولك لدرجة إني أنا نفسي صدقت إني ما بحبكش. بيقولك أو صدقت إن أنا أقدر أنساك. يعني هو حس بكده، حاسس بنفسه كده. بيقولك أنا أقنعت نفسي بالشيء ده على فكرة، وأقنعت نفسي إن أنا جامد وإن أنا أقدر أنساك وأعدي أموري ومفيش أي حاجة تمنعني. فجأة لقيت نفسي ببص عليك وبراقبك وعايز أعرف أخبارك، وكل ما الوقت والمسافة والطول ما بينا، كل ما بحس إن أنا مفتقدك ومش قادر أعيش من غيرك، مش قادر أستوعب أصلا إن أنت بعيد عني. في حاجة من الاتنين في الطاقة هنا، والطاقة دي طبعا لأنها قراءة عامة ففيها كده وفيها كده، بس انتوا اللي هتقدروا تحددوا الشيء اللي أنا هقول لكم عليه ده، وركزوا معايا كويس. في حاجة من الاتنين، يا إما الشخص ده أوهمكم إن في طرف تالت عشان يبعد عنكم، وانتوا تقدروا تحددوا ده، هل كانت طريقته معاكم فعلا تحسوا إن في طرف تالت ولا لأ. لأن في ناس هنا في الطاقة أوهموا اللي بيحبوهم إن هم في طرف تالت عشان يبعدوا عنهم، عشان عايزين يبعدوا عنكم عشان مصلحتكم. هم شايفين كده، شايفين إن البعد عنكم عشان مصلحتكم، وفي فعلا اللي بيعرف طرف تالت. فانتوا يا أصحاب الطاقة اللي هتقدروا تحددوا الشيء ده، لأن دي قراءة عامة ففيها طاقات كتير مختلفة. في هنا بعض الأشخاص، هو عامة عشان تبقوا فاهمين، في الطاقة هنا هو عايز يعتذر لك، وكأنه بيعتذر لك الكلام ده من جواه، كأنه عايز يطلع لك الكلام ده من جواه ويقول لك أنا آسف، حقك عليا. خلي بالك، هو مش شرط يقول لك الكلام ده أو يقول لك، طبعا هو طبعا الرسائل للنساء وللرجال، هو مش شرط يقول لكم الكلام ده، يعني مش شرط يقول لكم أنا آسف وجها لوجه، بس هو بيقول لك حاجة، بيقول لك حاجة من الاتنين، يا إما عنده دليل على حبه ليك وانت عارف ده كويس، وبيقول لك انا عارف ان انت عارف ان انا بحبك، واني مهما بينت لك عكس كده ان انا بحبك، او ان الشخص ده زعلان منك قوي وعايز يواجهك بشيء، او ماسك عليك كلام عايز يقول لك مثلا انت قلت وقلت او عدت وعدت. فطاقته هنا الشخص ده يا حبايبي متمسك بشخصين في حياته، ومتمسك بيك انتوا اللي تقدروا تعرفوا الشخصين برضو دولت مين، لان هيبقوا مختلفين عند كل حد فيكم، طاقتهم هتكون مختلفة. يا متمسك، بصوا بقى، يا متمسك بشخص واحد يا متمسك بشخصين، عشان برضو الطاقة هنا ظهرت يا اما واحد يا اما اتنين، وعشان كده هو مش عارف يقرب منك في الفترة الحالية، هو مش عارف يقرب منك، هو اخد القرار ده، وكأنه في كل مرة بيبوح ويقول او طاقته بتظهر ان هو مش عارف يقرب منك عشان خاطر بيضحي عشانهم، او عشان الشخص ده او عشانك، وكأنه بيجي يقولك بعدها سامحني. لما بعد عنك عشان طرف تالت، والطرف التالت ده هو المهم بالنسبة له، بس مش حكاية كده، حكاية ان هو حاسس انه بيظلمك. يعني في منكم هنا لو كان الشخص ده بيعرف عليكم حد
هو من كتر اخلاصكم انتوا هو حس انه بيظلمك فبعد عنك وراح. او ممكن يكون على فكرة الاشخاص دي حد مهم في حياته وهو بعد عنك عشان السبب ده، بس هو بعد عنك عشان حد، فاحنا بنسمي الحد ده او الشخص ده او ممكن العمل او ايا او سفر ايا كان بنسميه طرف تالت في الطاقة، او بيتسمى طرف تالت. انا عن نفسي بقول عليه طرف تالت. الرسالة هنا برضو جاية بمراقبة منه، بطاقة مراقبة. انتوا الاتنين بتراقبوا بعض، انتوا الاتنين منتظرين خبر من بعض، يا اما منتظرين ترجعوا لبعض كل واحد فيكم يقول هو اللي يرجع، يا اما بتعرفوا اخبار بعض من بعيد، كل واحد فيكم بيحاول يعرف اخبار التاني. بس انتوا لو بتسألوا الشخص ده لسه حاططكم في دماغه ولسه حاططكم في دماغه، لسه بيراقبكم. هل هو الشخص ده لسه بيحبكم؟ ده بيعشقكم، مش بيحبكم بس، الشخص ده بيعشقكم، بيحبكم جدا وزعلان قوي على فراقكم، زعلان جدا، متأثر من الموضوع ده على فكرة، بس هو مش قادر يحدد القرار اللي يجيلك فيه. يعني هو لو عليه عايز يجيلك طاير، يعني مش عايز يجيلك ماشي، لا ده عايز يجيلك طاير، بس هو مش عارف يجيلك امتى. يعني هو في وضع انتظار او في طاقة انتظار، هو مش عارف يجيلك فيها امتى، بس هو بيقولك انا لو جيتلك انا عايز او بيقولك انا لو عايز اجيلك في وضع ما احطكش في الوضع اللي انت فيه ده، اللي انت فيه دلوقتي او اللي انت كنت معاه فيه، لا هو عايزك في وضع تبقوا انتوا الاتنين مع بعض، هم عايز يشدكم لوضع تاني مختلف عن الوضع اللي انتوا فيه. هو بيقولك بعتلك الرسالة دي، بيقولك انا عارف ان انت زعلان مني، انا عارف ان انت متأثر قوي، بس انا كنت في فترة معاك فيها كنت مستمتع جدا، كنت مبسوط جدا، كنت سعيد جدا، وكنت عارف انك انت بتتعذب، يعني كنت معايا وبتتعذب، فانا حبيت اصحح الاوضاع دي وابعد عنك. يعني هو بيقولك كده، بيقولك ان هو بعد عنك عشان عايز يصحح الوضع ده، بيقولك مش انت اللي عامل معاك كده، وفي نفس الوقت بيقولك انه مقيد في الطاقة دي، او الطاقة دي هو مقيد فيها، مش عارف ينساك ولا عارف يبعد عنك، وعشان كده هو بيراقبك وكل شوية بيبص عليك من بعيد، بيتأكد إذا كنت لسه بتحبه ولا لأ. هو مش قادر يمنع نفسه من إنه يراقبك، أو مش قادر يمنع نفسه من إنه يشتاقلك. كل ما بيحس إن أنت ممكن تنساه، يعني هو عايزك تنساه، بس كل ما يحس إن أنت ممكن تنساه عقله يضرب، يتجنن، مش قادر يستوعب الموضوع ده. حبايبي بكده رسالة النهاردة وطاقة النهاردة تكون انتهت، انتظروني بكرة بإذن الله في رسالة جديدة من الحبيب وطاقة واسترسال طاقة جديد. كانت معكم الروحانية أم جنى، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.